هل هناك إمكانية أمل في حل هذا الملف؟ أنا أعتبر أنه أقول دائما يا أخوتنا الليبيين، أنتم لكم الحق في أن تطالبوا بالبغدادي المحمودي لأنه نحن نطالب ببن علي. الفرق هو أنه أنا أتمنى أنكم بسرعة تكون عندكم يعني الآليات والحكومة الشرعية والقضاء اللي يسمح بمحاكمة عادلة ونزيهة، لكن إحنا عندنا الآليات هذه، محاكمة عادلة ونزيهة، نظام شرعي كذا. ولذلك أنا قلت لإخوتنا السعوديين لا يمكن أن تجيروا شخصا أولا دنس المصاحف في عهده، يعني تونس لم تدنس المصاحف فيها في السجون أبدا إلا في عهده هو، وأعتقد أنه كان يعلم هذا. حارب ليس فقط الإسلاميين وإنما حارب الإسلام، ثم يعني تسبب في مقتل 300 شهيد، تسبب في مقتل عشرات الناس تحت التعذيب، تسبب في ما لا يقل عن 30,000 حالة تعذيب في العشر سنوات الأخيرة، ثم سرق أموالا رهيبة للشعب التونسي. هذا لص يا رسول الله، نحن نضع لصا لمدة 20 سنة لأنه أمضى الشيك ب50 أو سرق 50 دينار، وهذا شخص يسرق مليارات من الدولارات ويعلم الله ربما لا نعرف ماذا بس، ثم تأوونه. هل من الممكن أن تأووا سارقا لصا قاتلا مجرما؟ ما هو الرد السعودي عندما تتحدثوا معهم؟ يحدثون عن قيم العروبة والإسلام والإجارة. يا سيدي نحن أيضا عرب ومسلمون ونعرف قيمة الإيجار، يعني الإجارة، ونعرف يعني الحمة العربية التي لكن تضيف من؟ تضيف قاتل، تضيف مغتصب، تضيف يعني تضيف مجرم دولي يعني تطالب به الانتربول، تضيف الذي يدافع عن الإسلام، الذي يدافع عن القرآن، الذي يدافع عن المظلومين. أما أن تدافع شخصا دنس القرآن في الأراضي المقدسة، شخص دنس القرآن ويجار في الأراضي المقدسة، هل هذا مقبول؟ من جديد نحن نطالب أخوتنا السعوديين بكل محبة بأن يعطونا هذا الرجل لكي يحاكم، لأن هناك جرح. هل تضمنون محاكمة عادلة قضائية؟ طبعا بعيدا عن الحماسة الثورية والفوضى الثورية. طبعا، والدليل على ذلك أن نحن لم نحاكم أحدا إلى حد الآن بهذه العقلية. إلى حد الآن هذا صحيح. إلى حد الآن فاتحين ملفات لأشخاص لم نمرر أي إنسان على لا. ولما حكمت عليه محاكم في عهد يعني قبل ما نأتي إحنا محاكم صورية، كنت من القائلين وكتبت في هذا أنه هذه محاكمات صورية غير مقبولة. نحن لا نريد هذه المحاكمات، نريد معرفة الحقائق، نريد لهذا الرجل أن يقول لنا لماذا سرق وكيف سرق وما هي آليات السرقة، وهل يعتذر للشعب التونسي، هل يطلب الصفح، هل يطلب الغفران. على الأقل لو سمعنا منه هذه الكلمة يقول والله أخطأت، اعذروني أخطأت، آنذاك ربما تتغير الأمور. هذا رجل لم يعتذر، بل بالعكس أحيانا يقدم نفسه هو وأعوانهم كما كانوا متهم. تعرف اللي احنا عندنا الآن في العوينة أعضاده الثلاثة، هذم العباد الثلاث، يعني عندما تسمعهم تضحك، لأنهم يكاد يقول لك أعطيني تعويض على 20 سنة اللي عشت فيها. يقول لك أنا مظلوم ومضطهد وكذا كذا. تعويض؟ إيش تعويض؟ هذا وزير داخلية يعني هددني أنا في مكتبه هددني، والآن يقدم نفسه كضحية لآخر أيضا. يعني الناس قلة الحياة، يعني الصفاقة. ولهذا تشعر للناس يقول لك لننتقم منهم. قل لهم لا، رغم هذه الصفاقة ورغم هذا كذا كذا هم بشر توانسة محميين بالعهد الدولي بحقوق الإنسان، ويجب أن نواصل في هذا الطريق، وهو بناء أصلا لمفهوم العدالة القادم يعني في النهاية.